انت بتتكلم في مكافأة 13 مليون دولار في حالة التأهل لدور الثمانية، و7.5 مليون دولار في حالة التأهل لدور ال 16. فمش غريبة أبدا إن الأهلي يرفع مكافأته ل 2.5 مليون جنيه لكل لاعب في حالة التأهل لدور ال 16. وأنا شايف إن الحافز لازم يكبر ويوصل ل 5 مليون جنيه لكل لاعب في حالة التأهل لدور ال 16 كمركز أول. وهقول لك ليه كمركز أول. أنت لو تأهلت كمركز أول لدور ال 16 أنت هتتفادى باريس سان جيرمان اللي أنت مستحيل تعدي منه، لكن باقي الفرق بلا استثناء تقدر تعدي منها من المجموعة التانية. عندك بوتافوجو أسهل فريق برازيلي في المجموعة، عندك أتلتيكو مدريد فريق ضايع، عندك سياتل فريق مش موجود. فبالتالي انت عندك فرصة كبيرة جدا انك انت لو تأهلت كأول انك انت تتأهل لدور الثمانية اللي المكافأة بتاعته 13 مليون دولار. لا صوت يعلو فوق كأس العالم للأندية. اهلا بكم في حلقة جديدة مع احمد السيد اهلاوي، وخليك معايا في الحلقة دي عشان في تفاصيل مهمة جدا عن معسكر النادي الاهلي واخر الاستعدادات والتفاصيل في معسكر النادي الاهلي لمباراة بالميراس. حضور اسطورية تتعدى ال 95% في مباراة الاهلي وانتر ميامي في امريكا في كاس العالم. اكبر نسبة حضور بين كل المباريات تماما، اكبر نسبة حضور سجلت في مباراة الاهلي بفضل جمهور النادي الاهلي العظيم اللي ناس كتير كانت بتشكك في نسبة حضوره ونسبة تواجده في كاس العالم للأندية. لما تحقق مركز اول على انديه عملاقه زي اتلتيكو مدريد زي باريس سان جيرمان تعرف ان انت قدام النادي الاهلي العملاق اللي في اي حته في الدنيا هتروح هتلاقي وتشوف جمهور. ازاي نكسب بالميراس؟ الاهلي ممكن يكسب بالميراس، قادر ان هو يكسب بالميراس. وبالمناسبه لو انت قدرت انك انت تحقق الفوز على بالميراس انت عندك فرصه ذهبيه في انك انت تكسب بورتو، لان كلنا شفنا مباراه بالميراس وبورتو فرق كبير جدا. بالميراس اقوى بكتير جدا من فريق بورتو، فلو الاهلي قدر ان هو يتخطى بالميراس فبالتبعيه هيقدر ان هو يتخطى بورتو، وفي الحاله دي هيقدر يتاهل كاول المجموعه برصيد 7 نقاط. عايزين نتفادى كل المشاكل اللي احنا وقعنا فيها في مباراه انتر ميامي، ومن اهم المشاكل دي الانانيه، ويمكن ده اللي اتكلم فيه المدير الفني خوزيه ريبيرو مع اللعيبه، وخصوصا حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه اللي نال عقوبة قاسية جدا. وأنا مع تغليظ العقوبة على محمود حسن تريزيجيه، لأن لازم يعرف هو بيلعب فين بالظبط، لازم يحس بالمسؤولية ككابتن من كباتن الفريق، لازم يحس إنه هو ارتكب جرم مش خطأ، لأن هو كابتن من كباتن الفريق، يمكن تاني كابتن بعد الشناوي. فكابتن محمود الخطيب تدخل شخصيا عشان يغلظ العقوبة على محمود حسن تريزيجيه من نص مليون جنيه وتوصل لمليون جنيه. لازم دوت يكون درس لكل اللعيبة ان في حاجة اسمها التزام داخل الملعب. كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تتم مع محمود حسن تريزيجيه وهي استبعاد اصلا من مباراة بالميراس هو وحسين الشحات. تفكير خوزيه ريبيرو حاليا والجهاز الفني هو استبعاد محمود حسن تريزيجيه معاه حسين الشحات من مباراة بالميراس علشان يبقوا مثل لكل اللاعبين ان هم اي حد هيتخطى حدوده او اي حد مش هيلعب بالشكل المظبوط مش هيكون ليه مكان داخل الفرقه. بالمناسبه انا مع استبعاد حسين الشحات، لان حسين الشحات مستواه لا يؤهله حاليا كمستوى حالي لحسين الشحات ان يكون متواجد، وشايف جدا ان اشرف بن شرقي لازم يكون ليه دور ولازم يكون ليه نصيب من المشاركه مع الاهلي في كاس العالم للانديه، لان اشرف بن شرقي حرفيا جناح عالمي. احمد السيد زيزو كمان لازم يكون ليه دور في المباراه القادمه. لو المدير الفني شايف ان محمود حسن تريزيجيه الافضل استبعاده، انا مع القرار ده برضو. شايف ان محمود حسن تريزيجيه الحقيقه قدم اداء ولا اسوأ، وكان سبب من الاسباب الرئيسيه في اهدار ال3 نقاط من النادي الاهلي في مباراه انتر ميامي. فعندنا حلول وعندنا بدايل، لكن لازم يكون في انضباط داخل الفريق. لو هنتكلم على البدايل انا شايف ان افضل بديلين ليهم هما الاثنين، اشرف بن شرقي موجود وعندنا احمد السيد زيزو موجود.
الاثنين فت، الاثنين جاهزين تماما للمشاركه قدام بالميراس. وفكره اللعب بجناح واحد دي اثبتت فشلها، لازم يكون في جناحين في النادي الاهلي، ما ينفعش نلعب بجناح واحد قدام بالميراس خالص. لازم كمان يكون في تعزيز في نص الملعب. انا شايف ان من افضل التعزيزات اللي لازم تكون موجوده في نص الملعب هو اليو ديانج. اليو ديانج لاعب عالمي، بروفايل، بيقدر ان هو يقطع لك الهجمات، وبيقدر كمان ان هو يبني الهجمات بشكل مظبوط، فلازم اليو ديانج يكون متواجد مع الفريق. كمان حمدي فتحي لا غنى عنه في نص الملعب. طبعا بديل امام عاشور هيكون محمد علي بن رمضان، اللي بيقدر ان هو يخرج الكوره من رجله بشكل مظبوط. فلو هنتكلم على ثلاثي نص الملعب، فانا شايف انه الي ديانج وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان هم افضل اختيار. لو جينا للجانب الشمال او الباك الشمال، فاحنا عندنا مشكله حرفيا دلوقتي، خصوصا بعد اصابه الى حد ما مقلقه لاحمد نبيل كوكا، خصوصا ان هو عنده كدمه في الركبه. هو المفروض ان هيتعمل له فحص عشان يشوفوا مدى جاهزيته للقاء، لكن انا شايف ان مصطفى العش ممكن يقوم بالدور ده الى حد ما دفاعيا على الاقل بشكل جيد. في الناحيه اليمين احنا ما عندناش اختيارات للاسف، هو محمد هاني فقط لا غير. عمر كمال عبد الواحد حرفيا ما بيقدرش ان هو يتحمل الضغوط، فانا شايف ان ما ينفعش ان هو يكون ليه مكان في المباراه. نيجي بقى لمركز حراسه المرمى، انا شايف ان لازم يكون مصطفى شوبير هو حارس النادي الاهلي. يا اخوانا، محمد الشناوي عنده مشكله مع الشمس، مشكله كبيره جدا مع الشمس، والمباراه هتكون الساعه 12 الظهر، والناس كلها اصلا في كاس العالم للانديه بتشتكي من ارتفاع نسبه الرطوبه اللي بتوصل احيانا ل 84%، من ارتفاع درجه الحراره اللي بتوصل ل 34 درجه مئويه. تتكلم في عز الظهر الساعه 12 الظهر، هيبقى صعب جدا على محمد الشناوي هو يكون متواجد. ما اعرفش تفكير الجهاز الفني هيكون ازاي، بس شايف ان مصطفى شوبير هو الافضل في المباراه دي على الاقل، نظرا لوجود مشكله مع محمد الشناوي والشمس. قلبي الدفاع بقى عندك اشرف داري، وانا نفسي اشوف احمد رمضان بيكهام. احنا شفناه قدام باتشوكا كان عامل اداء رائع. ياسر ابراهيم على فكره عنده اجهاد كبير، وحاليا بتعمل له جلسات تاهيل وبتعمل له جلسات استشفائيه جامده جدا وعلاج طبيعي. هو وسام ابو علي هما الاثنين بيعانوا من الاجهاد. تخيل حضرتك كده انك انت راجع من ميامي تيجي رايح على نيو جيرسي بالطياره، وقبليها اصلا وسام كان راجع من الاردن بعد ما شارك مع منتخب بلاده في تصفيات كاس العالم، فبالتالي اجهاد غير طبيعي. وفي النص لعبت مباراه انتر ميامي، فبالتالي اكيد محتاجين ان هم يريحوا، محتاجين يبقى في استشفاء. للاسف ما عندناش بديل لوسام ابو علي حاليا، جراديشار بعيد شويه ان هو يكون متواجد، لكن ياسر ابراهيم انا شايف ان هو يريح، وشايف ان احمد رمضان بيكهام ممكن ياخد فرصه بجانب اشرف داري. فتشكيل النادي الاهلي من وجهه نظري اللي لازم يكون موجود: مصطفى شوبير في حراسه المرمى، احمد رمضان بيكهام واشرف داري قلبي دفاع، الناحيه اليمين محمد هاني، الناحيه الشمال مصطفى العش، نص الملعب اليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان، جناحين اشرف بن شرقي واحمد السيد زيزو، قدامهم كمهاجم وسام ابو علي. الافضل والامثل للاهلي علشان يقدر ان هو يعمل حاجه قدام بالميراس. وكده كده انت عندك اوراق ربحانه كتير جدا بره تقدر انت تستفيد منهم طول المباراه. لو احنا كنا فرحانين بالتواجد الجماهيري للجاليه المصريه في ميامي اللي حقق اعلى نسبه حضور ب61,000، فانا عايز اقول لك ان اكبر جاليه مصريه موجوده في امريكا تما هي في مدينه نيو جيرسي اللي هيتم فيها لقاء الاهلي وبالميراس. اكبر جاليه، والاستاد نفسه ميت لايف ده استاد قوي جدا وكبير جدا، 84,000 مشاهد الساعه بتاعت الاستاد. فبالتالي انت قدام فرصه ان انت يبقى عندك حضور جماهيري كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، بما ان هي اصلا فيها اكبر جاليه مصريه متواجده في امريكا. عايز اقول لك ان ميت لايف دوت من اهم الاستادات في امريكا. يكفي ان اقول لك ان هو هيتعمل عليه نهائي كاس العالم للانديه السنه دي. اما عن ترتيب المجموعات في كاس العالم اللي خلاص خلصوا اول مباراه ليهم تماما، فعندك ترتيب المجموعه الاولى: الاهلي في المركز الاول، وبورتو في المركز الثاني، بالميراس ثالث، ميامي رابع، كل واحد منهم عنده نقطه. المجموعه الثانيه اللي احنا هنلاعب حد فيها ان شاء الله لو احنا تاهلنا: باريس سان جيرمان مركز اول 3 نقط، بوتافوجو 3 نقط، سياتل مركز ثالث ولا نقطه، اتلتيكو مدريد مركز رابع ولا نقطه. المجموعه الثالثه: بايرن ميونخ 3 نقط، بنفيكا نقطه، بوكا جونيورز نقطه، اوكلاند سيتي ولا نقطه. المجموعه الرابعه: مركز اول تشيلسي 3 نقط، فلامينجو مركز ثاني 3 نقط، ترجي ولا نقطه، ولوس انجلوس ولا نقطه. دول الاربع مجموعات اللي خلاص خلصوا اول مباراه ليهم. طبعا الترجي تلقى اول هزيمه ليه
في كاس العالم للانديه، ودي اول هزيمه للعرب. المفروض ان نادي الهلال ان شاء الله هيلعب بكره قدام ريال مدريد. كلنا ندعم طبعا اكيد نادي الهلال السعودي، يمكن يحقق المفاجاه، بس انا متوقع من مجموعه الهلال ان شاء الله باذن الله هيتاهل هو وريال مدريد، حتى لو خسر بكره قدام ريال مدريد. لكن انا يعني عندي امل كده، او عندي قناعه ان المجموعه سهله شويه على الهلال، باستثناء ريال مدريد هو افضل من باقي الفرق اللي موجوده. كل التوفيق لكل الانديه العربيه بلا استثناء، وكل التوفيق اكيد للنادي الاهلي اللي مشرفنا وحقق اعلى نسبه حضور في كاس العالم للانديه. رسالتي للجماهير: ادعموا فريقكم زي ما انتم بتدعموه في امريكا، انتوا عاملين ملحمه في امريكا الحقيقه بجد، يعني شابوه، برافو عليكم، كملوا في نيو جيرسي، محتاجينكم قدام بالميراس، لازم الاستاد كله ان شاء الله يكون متقفل، نحاول ان احنا نكون جماهيرنا اكتر من جماهير بالميراس. وانا عارف كويس قوي ان جماهير الاهلي مش محتاجه يعني توصيه، هم بيعملوا اللي عليهم وزياده الحقيقه، وهم من افضل العناصر اللي موجوده في منظومه النادي الاهلي على مستوى العالم. فان شاء الله باذن الله نحتفل كلنا سويا بفوز النادي الاهلي، مش عايزين الاخطاء اللي حصلت في مباراه انتر ميامي تتكرر تاني. اتمنى خوزيه ريبيرو يفوق شويه معانا ويبدا يركز على نقاط الضعف اللي موجوده داخل الفريق، ويبدا ان هو يستغل شويه حاله النشوه اللي بقت عندنا، خصوصا بعد تعادل بالميراس وبورتو، وبالتالي لسه الفرص متساويه للجميع. هنبدا كده من اول وجديد، مباراه بالميراس نقطه فاصله في كاس العالم للانديه، لو احنا كسبناها فاحنا حطينا رجلينا كده على اول سلمه للتاهل لدور ال16، وفي نفس الوقت قربنا جدا ان احنا ممكن نتاهل كاول المجموعه.